محدش بيصدقني لما بقول إن جوزي هو اللي عرض عليا العرض ده. جوزي بيقولي روحي انبسطي مع حد تاني غيري وسيبيني في حالي، وكل ده علشان مش عايز يتعالج. مستحيل كنت أتخيل إن أنا أعمل حاجة زي اللي أنا عملتها دي، بس أنا حاسة إن هو السبب في كل اللي أنا وصلت له. والنهاردة بقى جاية علشان أحكي لكم حكايتي وتقولولي مين فينا الصح ومين الغلطان. أنا مش عارفة بجد أعمل إيه وأتصرف إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في قصة جديدة. صاحبة قصة النهاردة بعتة وبتحكي وبتقول: أنا اسمي منى، أهلي ناس بسيطة جدا وعلى قد حالهم. عندي اخوات بنات اتنين تانيين غيري. أبويا موظف بس على قد حاله، يعني مش من الموظفين التقال ولا حاجة. حياتنا كلها بسيطة أوي أوي أوي. كل هم أمي وأبويا إن هما يجوزونا ويفرحوا بينا، وطبعا ده علشان أهم حاجة بالنسبة للبنت السترة. فأنا طبعا يا دوبك خدت الدبلوم وقررت إن أنا أشتغل علشان أساعد بابا. بس بابا كان بيخاف عليا أوي، ولما لقاني عايزة أشتغل علشان أساعده قال لي: لا يا حبيبتي، إحنا مش للدرجات، يعني أنا مش عايزك تشيلي هم حاجة. أنا من أول ما خلفتكم وأنتوا لسه صغيرين وأنا بعمل حساب اليوم اللي الواحدة فيكم هتتجوز فيه، وعامل حسابي على كل حاجة، وإحنا مش هنعمل زي غيرنا ويا دوب هنجيب الحاجات اللي إحنا محتاجينها وبس. أنا بقى كنت إنسانة رومانسية أوي 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 أوي، بحب الأفلام والمسلسلات الرومانسية جدا، بعشق القصص والروايات. علشان كده كنت مستنية حياة شبه الحياة اللي أنا بعيشها في القصص والروايات. مخ عيال بقى تقولوا إيه. كانت دايما ماما تتريق عليا وتقولي: حبيبتي الحاجات دي في الأفلام والمسلسلات بس أنا بقى كنت واثقة إن أنا ممكن ألاقي الحاجة دي على أرض الواقع. ماما علمتني كل حاجة بقى في البيت، وحياتي كلها كانت مكرسة للقصص الرومانسية والأفلام والحاجات دي، وطبعا عمايل البيت، الأكل والشرب والتنظيف والغسيل واللازم منه. لحد ما كملت 21 سنة وأنا كل شوية مستنية العريس اللي هيجيلي، وأقعد أتخيل سيناريوهات كتيرة جدا جدا في دماغي. إزاي هنتقابل أو هيعرفني إزاي، لكن مفيش أي حاجة من أحلامي اتحققت. لما كملت 21 سنة جالي محمود. محمود بقى هو الوحيد اللي جه مناسب. قبل منه جالي ناس كتير جدا، لكن كانت ظروفهم المادية مش كويسة، وبابا كان أهم حاجة بالنسبة له إن أنا أتجوز واحد عنده شقة تمليك وبس. مش مهم الشقة دي شكلها إيه ولا قد إيه، ولا حتى ظروفه هو بعد كده هتبقى عاملة إزاي. أهم حاجة ما اقعدش في شقة إيجار، وأنا كل ما يجيلي حد وأحس خلاص إن حلمي هيتحقق ألاقي عنده شقة إيجار. لحد ما جالي محمود وكان على السمع. قال لواحدة جارتي وحبيبتي إن هو محتاج بنت تكون في حالها، وتكون ناس بسيطة وعلى قد حالهم، أهم حاجة يكونوا محترمين، وبنت ملهاش تجارب. وأنا فعلا ما كانش ليا تجارب خالص قبل محمود. أول ما سمعت إن جايلي عريس بقيت فرحانة قوي، وقعدت أتخيل كل السيناريوهات في دماغي، خصوصا لما عرفت إن العريس ده ظروفه المادية كويسة وعنده شقة تمليك. شفت صورته لأن بابا كان بيعرف عنه كل حاجة قبل ما يفتح البيت ويستقبلهم أصلا. وبصراحة حسيت إن فيه هيبة. طلته جميلة قوي، طول بعرض، كان عنده 30 سنة وأكبر مني ب9 سنين. ظروفه المادية كويسة وبيشتغل موظف، وكمان جاهز من كله. وبابا لما سأل عليه ما سمعش غير كل حاجة كويسة. كل الحاجات دي خلتني خلاص أتهيأ للحظة دي، لحد ما جت اللحظة بقى الحاسمة اللي أنا كنت مستنياها. وفعلا محمود جه وتقابلنا وسط الأهل. لكن الغريب بقى إن وسط القعدة كده زي ما احنا قاعدين قال: عجبتني، تمام، يلا نتوكل بقى على الله ونقرا الفاتحة. من غير ما يفكر يقعد معايا ولا حتى يبصلي بصة إعجاب واحدة، ولا ابتسامة ولا أي حاجة خالص. فأنا ساعتها لما لقيت خلاص الفاتحة هتتقرا رحت قايمة كده مرة واحدة ورحت داخلة الأوضة. ماما حست إن في حاجة وجت ورايا، فقلت لها: يا ماما إيه ده؟ محمود حتى ما فكرش يقعد معايا ولا يشوفني ولا يبصلي حتى بصة. مش غريبة دي يا ماما؟ قالت لي: في إيه؟ أنت عايزة إيه بس يا بنتي؟ راجل محترم يا منى وكويس وابن ناس، وأهم حاجة إن هو سمعته كويسة وجاهز من كله. إيه اللي أنت بتتكلمي فيه ده؟ هو مش عاجبك؟ قلت لها: لا يا ماما عاجبني، بس انا عايزه اقعد معاه الاول، عايزه احس ان هو معجب بيا، ان انا عاجباه، ان هو شاريني. انا ماليش دعوه بحكايه ان هو جاهز من مجاميع والكلام ده.
قالت لي: يا حبيبتي حرام عليك، الكلام ده هيجي بعد الجواز، اهدي على نفسك شوية. وخدتني تريقة بقى واستلمتني هاتك يا ضحك ومسخرة عليا، كل ده علشان بقول لها ان انا عايزة احس الاحساس بتاع المخطوبين، عايزة احس ان هو معجب بيا، ان هو عايزني. قالت له: امال جاي يخطبك ليه بس يا بنتي؟ المهم قلت خلاص زي ما ماما ما قالت، قروا الفاتحة، وعدت فترة الخطوبة بسرعة جدا، أنا ما حسيتش بيها. كام شهر ولقيت نفسي هوب هتجوز، من غير أي كلمة حلوة ولا نظرة ولا اهتمام ولا رومانسية ولا أي حاجة حرفيا من اللي أنا كنت بستناها أبدا. قلت معقولة؟ بس قلت يلا، هفضل فاكرة كلمة ماما، كل ده هيحصل بعد الجواز وما تستعجليش. لحد ما جه يوم الفرح، وفي يوم وليلة لقيت نفسي متجوزة خلاص. أنا اتخضيت وخفت أول يوم ده، كنت مستنية إن أنا على الأقل في اليوم ده أعيش الرومانسية بقى اللي أنا كنت بحلم بيها طول الفترة اللي فاتت، بس ده برضه ما حصلش للأسف. محمود راجل جد جدا وبارد جدا وعملي، بس وأنا عكسه بالظبط. حاولت يعني أخلي اليوم ده مميز بالنسبة لي أنا وهو، بس ما حصلش برضه. كنت نفسي إن هو ياخدني بالراحة وبتفاهم، يقول لي أي كلمتين حلوين، لكن إحنا دخلنا هوب هوب بس كده، الموضوع كان تقليدي جدا وكل حاجة حصلت في ثواني. والغريب بقى إن خلال الأسبوعين الأولين من الجواز كنت حاسة إن أنا قاعدة عادية جدا، يعني كنت بصحى من النوم مستنية شوية هزار كلام أي حاجة. لكن محمود كان يصحى من النوم، يفطر زي ما الناس ما بتفطر عادي الصبح، يقعد يتفرج على التلفزيون، يقعد يتابع الأخبار، هوب يجي الليل وساعة لما نناموا يحصل الموضوع ده بكل هدوء، بكل بساطة، بكل تقليدية. مفيش أي حاجة غريبة، مش حاسة إن أنا متجوزة جديد، مش حاسة بأي حاجة من اللي أنا كنت مستنياها. كل حاجة بتعدي في صمت، حتى أجمل اللحظات. أنا هنا مش بتكلم بس عن العلاقة دي، أنا بتكلم على كل حاجة. محمود عمره ما قعد اتكلم معايا ولا قال لي على أحلامه ولا عرفني بجد. علاقة سطحية بين اتنين متجوزين، طب ازاي؟ فضلت مستنية اليوم اللي هيحصل زي ما أمي قالت لي كل حاجة هتحصل بعد الجواز. محمود نزل الشغل، بقيت كل يوم أتزين واستناه بكل حرارة، ألاقي منه كل برود عادي كأن مفيش أي حاجة. أقعد أتكلم معاه: أنت عملت إيه في الشغل النهاردة؟ أنت وحشتني. ألاقي كلامه بكل رزانة، مفيش أي حاجة بتخليه يتكلم معايا مهما عملت ومهما فكرت. ولما بشتكيه يعني أنا عايزاك تهتمي بيا أكتر، يعني المفروض إن إحنا لسه عرسان، يقولي سيب الكلام ده للعيال الصغيرة، ده شغل مراهقة. كلام أنا ما كنتش منتظر أبدا إن هو يكون في شريك حياتي. ساعتها بصراحة أنا ندمت إن أنا ما فكرتش أكتر من مرة قبل العلاقة دي. كان لازم أعرف محمود كويس قبل الجواز، لو ما هو يبقى مختلف عني كده وبالشكل ده يبقى أكيد الجوازة دي هتفشل. الجواز مش مجرد راجل وست، ده علاقة وعشرة بتفضل طول العمر، اختيار مهم جدا. وأنا مركزتش لما جيت أختار محمود، وللأسف أنا دلوقتي بدفع تمن سكوتي أو اختياري أو موافقتي على الجوازة دي. في خلال 6 سنين كنت خلاص عودت نفسي على كل أسلوبه وحياته، عودت نفسي إن أنا مهتمش بأي مشاعر ولا أكون مستنية منه أي حاجة. هو زوج مثالي، أي حاجة بعوزها بيجيبها قبل حتى ما أطلبها. جبت منه ولد وبنت، وبجد مش بيخلي ولادي محتاجين أي حاجة، حنون جدا على الولاد وبيحبهم وبحس بمشاعره ناحيتهم، لكن ناحيتي أنا لأ. وبعد ما خلاص رضيت بحياتي كده وقلت مش مهم، بعد 6 سنين جواز بالظبط محمود تقريبا هجر سريري، بقينا عايشين زي الأخوات. الموضوع ساعتها بقى ممل قوي قوي قوي. دي تقريبا الحاجة اللي بتجمع ما بيننا. انتوا متخيلين اتنين متجوزين مفيش حاجة خالص بتجمعهم إلا الحاجة دي، وبتتعمل بكل برود، وكنت راضية. لكن وقتها حسيت إن في حاجة غلط، حسيت إن أنا لازم أتصرف على الأقل عشان أحافظ على الشوية اللي بينا. قعدت واتكلمت معاه: مالك انت صحتك فيها حاجة؟ يقول لي لا انا كويس جدا. طب مالك في ايه؟ يقول لي انت دايما سطحية كده وبتفكري في الحاجات الغريبة دي. ستي ايه المشكلة؟ ايه يعني اللي هيحصل لما نعيش كده مع بعض من غير حاجة؟ لما يجي وقتها يا راجل بتعدي بالشهر والاتنين والتلاتة مفيش اي حاجة خالص.
ساعتها دخلت على اليوتيوب وقعدت أعمل سيرش أشوف الستات بتعمل إيه عشان تغري رجالتها. عملت دراسات وحاجات كتيرة علشان أحاول أجر الراجل ده ليا، رغم إن أنا شايفة نفسي حلوة، بس للأسف هو مشاعره مش بتتحرك ناحيتي. معرفش ده لأنه هو مش بيحبني ولا علشان إيه بالظبط، بصراحة مش فاهمة. المهم لما خلاص فقدت الأمل فيه وبعمل له كل حاجة والراجل مفيش أي مشاعر ناحيتي نهائي، حاسة بجد إن هو حجر. الموضوع ده جرحني جدا على فكرة، ومش هيعدي بالسهل على أي واحدة ست لما تحس إن هي ملهاش أي قيمة عند جوزها. ساعتها رحت لصيدلي واتكلمت معاه بكل صراحة، كانت صيدلية واحدة ست طبعا عشان أعرف أتكلم معاه. وساعتها قالت لي إن يستحسن إن جوزي يروح يكشف، وفي شوية منشطات وحاجات بتتاخد ساعات طبيعية ممكن تجيب مفعول معاه. قلت لها طب أنا هعمل كده إزاي وهو شايف إن الموضوع ده عادي بالنسبة له. المهم الست دي ساعدتني وقدرت فعلا إن أنا أجيب حبوب منشطة، ولكن طبعا بطريقة مش صح. المهم أنا كان كل هدفي إن أنا أرجع جوزي ليا ولو أي حاجة بس. لما رحت بكل بساطة اتزينت وظبطت نفسي وقعدت جنبه، لقيته طبعا مش مهتم، رحت مطلعه له البتاعة دي بكل صراحة، ولا حبيت اديها من وراه ولا احطها له في عصير ولا في اكل. كنت مفكرة ان هو هيعمل اي حاجة علشاني هو كمان علشان نحافظ على بيتنا، بس اتفاجئت لما جيت اديله البرشام ده وفهمته ان انا جايباه عشان خاطر كده، لقيته بيزعق لي وهزقني. ده حرام، ده ما ينفعش، انا مش هاخد الكلام ده، انت عبيطه ولا ايه؟ انت جبتي البتاع ده ازاي اصلا؟ ده انا عمري ما افكر اعمل كده. قلت له لا ما هوش حرام. قال لي لا ده حرام، استخدامه حرام، وبعدين انت عايزه تموتيني، انا خاف على صحتي. قلت له انت مش عايز تعمل اي حاجه علشان نبقى مع بعض؟ ازاي كده؟ بعدين رحت اتنرفزت عليه وقلت له بقول لك ايه يا محمود، انا عايزه اتطلق. قال لي لا انا ما بطلقش. قلت له يعني ايه؟ انت عايش معايا بنعمل ايه؟ لا كلام ولا تفاهم ولا حتى معاشرة ولا اي حاجة خالص بيني وبينك. قال لي انت تنكري ان انا مش مخليكي عايزة حاجة؟ قلت له ما هو مش كل حاجة في الجواز كده. انا عايزة احس ان انت جوزي حبيبي، ان انت بتحبني، ان انا بحبك، ان انت بتغير عليا، ان انت بتخاف عليا. عايزة حتى احس ان انت عايز ترضيني. مفيش اي حاجة من ناحيتك ليا خالص كده تقدر تعملها؟ قال لي علشان خاطري يا منى خلينا نربي ولادنا في أمان، بلاش مشاكل وبلاش وجع دماغ، وشيلي فكرة الطلاق دي من دماغك خالص. قلت له طبعا علشان خاطري حاول تعمل أي حاجة علشاني. راح قايل لي بالمختصر المفيد أنا كده ومش هتغير وعاجبني نفسي. عاجبك عاجبك، مش عاجبك خليكي مع نفسك، بس أهم حاجة تسيبيني في حالي. بصراحة ساعتها أنا كان محدش متخيل النار اللي في قلبي، فحاولت إن أنا أخليه غير زي أي راجل من الرجالة. قلت له محمود هو أنت تعمل إيه لو أنا فكرت أشوف سعادتي بره؟ يعني لما تبقى واحدة عايشة مع جوزها محرومة تفتكر هتعمل إيه؟ قال لي اعملي اللي تعمليه، بس أرجوكي سيبيني في حالي. أنا يا ستي مبسوط كده، أنا عايزة أعيش كده. قلت له أنت فاهم معنى كلامك؟ قال لي آه، مش فارق معايا أي حاجة في الدنيا غير إن أنت تسيبيني في حالي ونعيش مع بعض وخلاص عشان نربي العيال دي. قلت له يعني أنت مش فارق معاك إن أنا أبقى مع حد تاني غيرك؟ أهم حاجة ما نتطلقش وشكلك قدام الناس ونربي العيال دي؟ قال لي اه يا ستي لو ده اللي هيريحك سيبيني في حالي، أهم حاجة إن انتي تحلي عن نافوخي. أنا مش فاهمة ده ايه بالظبط. في راجل في الدنيا يقول كده لمراته؟ كلامه صدمني، هزني وكسرني ووجعني قوي. من وقت ما اتجوزنا وأنا بعاني معاه، بس اللحظة دي غير أي لحظة تانية عدت قبل كده. كلامه حسسني بجد إن أنا ولا حاجة بالنسبة له. كان ليا جروبات كتير بتواصل فيها على النت، خصوصا لما كنت بدور على السعادة الزوجية والحاجات دي. معظم الجروبات دي بتكون مغلقة. دخلت وكتبت بوست وأنا في قمة تعاستي، كتبت أنا جوزي بيقولي سيبيني وروحي في حالك، شوفي أي حد تاني يبسطك ويسعدك، أهم حاجة تحلي عن نافوخي. معقول يا جماعة في راجل كده؟ ازاي مش بيغير عليا؟ ازاي ما عندوش نخوة ولا رجولة؟ كتبت البوست ده وقفلت النت وفضلت أعيط لحد ما نمت. صحيت تاني يوم وأول ما عملت اللي ورايا بسرعة فتحت موبايلي كالعادة وفتحت النت فيه، لقيت كمية رسايل جايالي من ناس كتير جدا، وأكيد معظمهم رجالة داخلين يصطادوا في المية العكرة، شايفين واحدة بتشتكي من جوزها بحرقة
كنت بجد منهارة وكتبت كل المشكلة بتاعتي من غير أي إحراج ولا كسوف. كل الرسايل اللي جاتلي عديتها عادي ما عدا رسالة واحد بس، كان اسمه كريم. حسيت إن رسالته لمستني أوي. كان كاتبلي جوزك ده ما يستاهلش نظرة واحدة من عينيك ولا دمعة. أنا متأكد إن انتي دلوقتي مجروحة، وعارف كمان كنت نفسك في ايه. كنت مستنيه إن هو ياخدك في حضنه، يداويكي، يريحك، تحس حتى إن هو يعني مهتم بيكي. لكن ده رده غريب قوي. ايه الراجل ده كلمة راجل حتى دي والله العظيم خسارة فيه. ازاي عايشة معاه؟ ازاي مش غيران عليكي؟ ده ما عندوش نخوة. والله العظيم لازم تسيبيه النهاردة قبل بكرة. فتحته وقعدت ارد عليه وكأني اعرفه من زمان. حكيت له كل حاجة في حياتي مع جوزي بالتفصيل الممل. كان بيسمعني وكان بيرد عليا رسالة برسالة ومكانش بيطلع من الشات. لقيت نفسي اليوم كله عدى وأنا قاعدة بتكلم مع كريم زي ما أكون صدقت إن أنا ألاقي حد أتكلم معاه. مش عايزة أقفل، برد عليه في كل حاجة وبتكلم معاه في أي شيء وهو كمان بيرد عليا كأنه يعرفني من زمان. حسيت بإحساس غريب، متعة ولذة حتى ولو كانت حرام وقتها. أنا ما كنتش مدركة أي حاجة، كنت عايزة أحس إن أنا ست، كنت عايزة أحس إن أنا مرغوب فيا، أو كنت محتاجة حد يحسسني بوجودي على الأقل، إن أنا ليا لازمة في الدنيا دي، إن أنا مهمة عنده حتى ولو كان بالكذب. وده لقيته في كريم في كل كلمة بيقولها لي. كلامي مع كريم قواني أكتر على جوزي، خلاني بكره محمود وبحقد عليه، خلاني عندي جرأة إن أنا أعمل حاجات ما كنتش ممكن بتخيل حتى نفسي فيها رغم اللي عمله فيا محمود ده. بس أنا حتى لما كلمت كريم ما كانش في دماغي إن أنا أخونه أو أعمل أي حاجة غلط. أنا بس كنت عايزة أطلع اللي جوايا. كنت متضايقة جدا منه وزهقانة. كريم اداني قوة غريبة وفضل يقولي إن انتي معلكيش ملامة في أي حاجة بتعمليها، أي حاجة هتعمليها غلط جوزك هو اللي هيشيل الذنب ده، لأنه ما عندوش نخوة ولا رجولة. رجل تاني يا إما يحاول يعمل أي حاجة علشانك، يا إما يسيبك يا ستي تتجوزي وتعيشي حياتك وتعيشي المتعة اللي انتي محرومة منها. لكن ده شخص أناني ما بيفكرش إلا في نفسه وبس، عايز يعيش قدام الناس متجوز عشان يستر على نفسه من الفضايح. واحد زي ده يستاهل الخيانة. كلام كريم بدأ يلعب في دماغي، بس فضلت محافظة على هدوئي. قررت إن أنا هحاول معاه محاولة أخيرة. اليوم ده لبست واتزينت بس خفت أحطله أي حاجة من البرشام دي لا يحصله حاجة. كنت مرعوبة بصراحة. استنيته لما يجي وقعدت جنبه عشان أتكلم معاه. حضنته وقلت له: أنت وحشني، أنا عايزاك تبقى معايا، يعني حاول على الأقل عشان خاطري، ويا سيدي من غير برشام ولا أي حاجة اهو. اقعد طيب اتكلم معايا شوية، قولي حتى كلمة حلوة. لقيته منفعل عليا وبيقولي: بقولك ايه، انا مش عايز وجع دماغ يا ستي، انتي ما بتريحيش ليه؟ انا ريحتك وجبتلك من الاخر وقلتلك اللي انتي عايزاه اعمليه بس بعيد عني. عايزة مني حاجة تاني؟ كفاياكي بقى كده، كفاياكي وجع دماغ وقرف، ملكيش دعوة بيا، انا مبسوط ومرتاح كده. ساعتها قلت: لا، مش معقول الراجل ده بيهزر، ده بيتكلم بجد. واتصلت على كريم واترميت في حضنه وفضلت اقول له كل اللي جوايا. قلت له ان انا خلاص هنهار، انا محتاجة فعلا احس ان انا واحدة ست. وطبعا هو كمان قال لي كلام كتير قوي خلاني بتمنى اشوفه النهاردة قبل بكرة. لدرجة ان بعدها بيومين اتنين بس، بعد ما كنت بحاول ان انا اطلع كل حاجة وحشة من دماغي، بس خلاص كلامي مع كريم خلى الشيطان يتملك مني. ساعتها اتصلت على كريم، حسيت ان انا متساهلة في كل حاجة، وقلت له ان انا عايزاه يجيلي. بس هو خاف، قال لي: ازاي انت اتجننتي؟ انا ما اقدرش اجيلك حتى لو جوزك هو اللي قايلك الكلام ده، بس اكيد يعني لو شاف راجل عندك مش هيسكت. قلت له: انا نفسي احطه في الموقف ده، نفسي اعرف هو هيعمل ايه. قال لي: لا، ما توصلش للدرجة دي يا منى، بس انت لو فعلا عايزة تشوفيني انا عندي حل تاني. قلت له: حل ايه؟ انا عارفة ان انت ما عندكش مكان خاص بيك، هنتقابل ازاي؟ قال لي: ما تشغليش بالك انت، بس لو عندك استعداد تسمعي كلامي. قلت له: هسمع كلامك. كنت مستبيعة، كنت عايزة اشوفه وكأني لما اشوفه هنتقم من محمود جوزي لو قعدت معاه.
ما كنتش عارفة أنا ممكن أوصل لإيه مع كريم بالضبط، بس كل اللي كنت عارفاه وقتها إن أنا عايزة أنتقم لنفسي، عايزة أرتاح، عايزة أحس إن أنا شفيت غليلي من محمود. راح قايل لي: بُصّي إحنا هنتقابل بعد العشا، تعرفي تطلعي؟ قُلت له: آه طبعًا أعرف. واليوم ده خدتها تحدي بقى. أول ما جه محمود من الشغل، طبعًا أنتم عارفين إن هو موظف، عملت له الأكل وكلنا وشربنا وانبسطنا، ولقيته بيقول لي إن أنا داخل أنام شوية كالعادة. وقفت قدامه بكل ثقة، بصيت له بصة مش عارفة هو فهمها والّا لأ، وقُلت له إن أنا عايزة أمشي النهارده بعد العشا عشان عايزة مشوار ضروري. فلقيته بيقول لي: ما فيش مشكلة، اصبري لمّا أصحى عشان أقعد مع العيال وبامشي براحتي. قُلت له: مش عايز تعرف أنا رايحة فين؟ قال لي: لأ عادي براحتك، يعني أنتِ فين وفين لمّا بتقولي أنا ماشية، وما بتمشيش كتير، لمّا تيجي تطلبي هاقول لِك رايحة فين. قُلت: ياه! ده فعلًا محمود راجل أوي يا أمي. هو ده محمود الراجل المحترم اللي جوزوني ليه علشان خاطر سمعته زي الفل. ساعتها حسيت إن أنا لازم أقابل كريم فعلًا، واستنيت لمّا صحى من النوم، لبست واتزينت واتبرفنت وكان باين عليَّ أوي إن أنا في حاجة رايحة أعملها. أنا ما كنتش باداري مشاعري ولا باتعامل بطريقة معينة، كنت باتعامل عادي جدًا وكأني عايزاه ياخد باله أو ييجي يسألني أنتِ رايحة فين أو بتعملي إيه. لكن محمود كان برضه هادي جدًا. صح، قعد مع الولاد عادي جدًا، ما قاليش أنتِ هتيجي إمتى ولا أي حاجة خالص. وأنا نزلت واتصلت ساعتها على كريم وشُفته لأول مرة على الحقيقة والطبيعة. أول ما اتقابلنا قعدنا في كافيه ولقيته بيقول لي إن أنا على الحقيقة أحلى كتير من الفيديو والصور وكل الكلام ده، وطبعًا ده كلام أي واحد هيقوله لواحدة رايح يقابلها. سألني: عملتِ إيه مع جوزِك، نزلتِ إزاي؟ قُلت له على اللي حصل. قال لي: إيه ده؟ ده مستبيع أوي، ده باين عليه فعلًا مش فارق معاه. صدقني أنا نفسي أشوفه. قُلت له: يمكن تشوفه قريب، مين عالم. قعدت مع كريم شوية اتكلمنا في حاجات كتير، النظرات والكلام خلّينا مش قادرين إن إحنا نقعد أصلًا. وساعتها قال لي: يالّا بينا. قُلت له: هتاخدني على فين؟ قال لي: على مكان ما حدش هيحس بينا فيه نهائي. نسيت أقول لكم إن هو كان طالب مني حاجة أجيبها معايا، كانت ملاية، ما كنتش عارفة هو طالبها ليه. فكرته عنده مكان فاضي هنقعد فيه، بس ما كنتش عارفة إن هو هياخدني المكان ده، المقابر. المقابر اللي الناس بتروحها علشان تتعظ. كنت رايحة علشان أنبسط فيها مع راجل ومفكرتش مرتين 3 حتى في الموضوع. أول ما قال لي كده وكأني مستسلمة في كل شيء، كأني مش عايزة أوقف نفسي على اللي أنا هعمله النهاردة علشان أنتقم من محمود، لقيت نفسي بقوله: مفيش مشكلة. قال لي: قلبك جامد. قلت له: طالما أنت معايا خلاص. وخدني فعلا ورحنا هناك، فرشنا البتاع على الأرض وقال لي كلام كتير مش مناسب مع المكان أصلا. وحصل اللي حصل، بس اللي أنا ما كنتش متخيلاه في عز اللي احنا فيه ده، في عز اللحظات ديت، ألاقي راجل واقف قدامي حارس المقابر في الوضع اللي أنا فيه ده. موقف ما اتمنهوش لأي حد في الدنيا. ساعتها الدم نشف في عروقي. عارفين لو كان جوزي اللي شافني ما كنتش هخاف ولا هتضايق، لكن لما الراجل ده شافني أنا حسيت إن أنا اتعليت قدام الدنيا كلها. وقفت فجأة كده ولقيته بيقولي: استوري نفسك يا ست انتي، استوري نفسك. كريم وقف عادي جدا كأن مفيش أي حاجة، ولقيت الراجل عمال يهزقنا وقال لنا كل الكلام في الدنيا: حد يجي المكان ده ويعمل كده يا جماعة؟ تقول الله، حرام عليك يا بنتي نفسك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ليه كده بس، ليه كده بس؟ وخلاص الراجل كان بيصورنا وكان هيسلمنا. لقيت الراجل واقف عمال يستغفر ربنا لمجرد ان هو بس شافني بالمنظر ده، واقف عمال يستغفر لمجرد ان هو لقى حالة شبه كده. وبعدين سكت شوية وقال لي: أنا عندي بنات، ربنا يسترها على ولايانا، ربنا يسترها عليكي، ربنا يسترها على ولايانا. وأنا واقفة ساكتة وعندي برود غريب بعد ما كنت فعلا ميتة في جلدي، وجالي شعور إن أنا عايزة أقوله على مصيبتي في جوزي، وإن جوزي هو اللي وصلني للحتة دي. بقيت عايزة أقوله: أنت شايفني وحشة؟ ده أنا جوزي هو اللي خلاني أعمل كده، ده جوزي هو السبب.
رحت واقفة بكل عين قوية وقلت له على فكرة أنا جوزي عارف إن أنا هنا. قال لي أعوذ بالله كمان متجوزة وفرحانة بنفسك قوي وبتتباهي؟ طب اتعظي، طب اعملي حساب لليوم زي ده إن انت تبقي مكان الناس اللي هنا، طب اعملي حساب لليوم اللي انت هتبقى فيه تحت التراب، طب اعملي حساب لربنا اللي شايفك لو حتى مفيش حد شايفك هنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا انتوا الاتنين. بعد ردك ده يا بنتي انا والله ما سايبك غير لما جوزك هو اللي يجي ياخدك. قلت له ايه يعني؟ ورحت متصلة فعلا على محمود بكل بجاحة وعين قوية. قلت له انا في الحتة الفلانية وكان معايا واحد وفي راجل شافنا وعايزك ضروري تيجي تاخدني. ومحمود جه بكل هدوء. واللي انا هحكيه لكم ده فعلا حصل عشان عارفة ان محدش هتصدق. محدش هيصدق الموقف ده وانا اصلا بحكيه وانا مش مصدقة. لقيت محمود جاي بكل هدوء والراجل بيقول له الجماعة بتاعت حضرتك انا شفتها هنا بس قلت لازم اسلمها لك. يقول له لا اوعى تقول على مراتي كده، مراتي ما تعملش كده. يقول له يا استاذنا والله العظيم ربنا يسترها علينا بس انا شفتهم وهم كده وسترتها وقلت لها تلبس هدومها. يقول له لا لا انا مراتي ما تعملش الكلام ده. رحت انا بصاله كده وقلت له لا انا كنت هنا عشان كنت بعمل كده، انا جايه مع كريم ده عشان كده. يقول لي لا وانا مستحيل اصدق عليك الكلام ده، بلاش كلام فاضي. بلاش كلام فاضي؟ انت يا راجل انت ما عندكش دم ولا ايه؟ قال لي يلا بس يلا ونبقى نتكلم في البيت. الراجل بقى واقف مش مصدق نفسه. كريم نفسه يمكن ما كانش مصدقني اللي انا بتكلم بجد، بس في اللحظة دي هو صدقني فعلا لما شاف محمود ورد فعله. محمود مشى معايا انا وكريم عادي وطلعنا من هناك عادي جدا. ولما ساعتها كريم لقى بالطريقة بالاسلوب ده وقف قصاده وقال له اللي بقول لك يا استاذ، لما انت الست دي ما تفرقش معاك كده ما تطلقها. طلقها وخلي عيالك اللي انت بتقول عيالي 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 وما سيبش بيتي وعيالي والكلام ده. طلقها وسيبها، انا يا سيدي هتجوزها. راح قال له وطلقها ليه؟ هو انا دلوقتي كلمتك في حاجة؟ انا ما بطلقش. بجد الذهول اللي كان على وش كريم عرفني قد ايه انا شايلة كتير. مفيش حد بيعمل كده ابدا، وبجد مش لاقية تفسير لموقفه ده. هل هو تعبان مثلا؟ طب عنده مرض نفسي؟ طب عنده ايه بالظبط؟ مش قادرة افهم بجد. حاولت بكل الطرق مع ان انا اوصل لحل مش عارفة. يعني انا بنفسي طلبت الطلاق، كريم قال له طلقها. حتى لو كريم ده مش هيتجوزني بس حاول ان هو يقول له طلقها وسيبها، برضه مرضيش. قال لي انا مش هركز معاكي في اي حاجة وده اللي ليكي عندي، لكن طلاق انا ما بطلقش. انا مش هربي ولادي من غير امهم. انتي هتعيشي معايا علشان خاطر العيال ومش مهم اي حاجة تانية. روحت معاه البيت وانا بجد مش قادرة ومش مصدقة. فكرت ان انا ارفع قضية طلاق او قضية خلع، اي نيلة اي حاجة. اهلي طبعا مستحيل يقبلوا بحاجة شبه كده. والحاجة التانية ان انا بجد معيش فلوس عشان اعمل ده. عرفت ان في محكمة الاسرة بيطلعوا ساعات محاميين بالمجان لما تبقى الحالة صعبة. لكن رغم اللي انا عملته ده شايفة ان انا ما عنديش الجرأة ان انا اعمل كده. مش عارفة لو رفعت قضية زي دي ممكن ساعتها محمود يجيب الراجل بتاع المقابر ده ويستشهد بيه ان هو شافني في وضع غلط، وساعتها ما يتحكمنيش بالطلاق ان انا كده اصلا اللي غلط او يرفع عليا قضية هو او حاجة. بجد بجد حاسة ان انا مش عارفة اتصرف ولا عارفة اعمل حاجة. وبجد مش قادرة افهم مين اللي وصلني للنقطة دي، انا ولا هو؟ هو السبب في كل حاجة حصلت، هو اللي دمرني، هو اللي خلاني اوصل لنقطة مستحيل كنت اتخيل ان انا اعملها. انا مش دلوقتي مش بعفي نفسي من الغلط ولا بقول انا ما عملتش حاجة او هو السبب، بس انا عارفة ان انا غلطت. بس بجد لولا اللي عمله فيا محمود مستحيل كنت اوصل لهنا. ده تفكيري وانا مش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي. المهزلة دي لازم تقف، ده رأيي أنا الشخصي بقى. المهزلة اللي صاحبة القصة بتحكيها لازم تقف. أي نعم القصة غريبة وجوزك ده راجل غريب لو هو فعلا بيعمل كده، بس أكيد مش ده الحل أبدا.
ومستحيل تثقي في واحد زي كريم اللي خدك في مكان زي ده وخلاكي تنتهكي حرمة المقابر. دي توبي، دي حاجة كبيرة أوي اللي انت عملتيها دي. أنا مش شايفة إن انت ينفع تعملي كده. حتى لو انت عايزة تطلقي، مش دي الطريقة خالص اللي انت تكملي بيها حياتك ولا مع واحد زي ده. أولا لازم تتوبي، لازم تفوقي، لازم تبعدي عن كل حاجة غلط. ساعات الست بتضعف، بس لازم إن هي ترجع لربنا. خلاص اغسلي نفسك من كل اللي انتي عملتيه ده. حاولي تتصرفي صح. لو هتقدري تعيشي مع جوزك بما يرضي الله وتربي معاه الولاد وتحاولي معاه تاني كان بها. مش هتقدري تطلقي بطريقة فعلا سليمة. في فعلا محكمة الأسرة بتطلع محاميين من غير فلوس بيجيبولك حقك لو انتي هتقدري تطلقي. لو انتي مش هتقدري تعملي كده حاولي تطلقي بالود. شوفي أي طريقة. أهم حاجة ما تعمليش حاجة غلط. لكن اقطعي علاقتك فورا بكريم. اقطعي علاقتك بكل حاجة هتخليكي تعملي حاجة حرام، لأن أكيد الحرام ده آخرته حرام وهتلاقي نهايته يا موت يا فضيحة. مش حاجة تانية أبدا غير كده. وده كان رأيي أنا الشخصي. هي بقى عايزة تعرف رأيكوا إيه، وأنا عايزة أعرف انتوا شايفين مين الأساس في غلطة النهاردة. يعني هل هو جوزها اللي بجد ما عندوش غيرة ولا نخوة ولا رجولة، واللي فقد كل معاني الرجولة في اللي هو يقول لمراته كلمة زي دي، ولا هي اللي سابت نفسها وباعت نفسها للشيطان حتى لو كانت بتجري على حاجة هي من حقها بس الطريقة غلط غلط جدا كمان. بجد أنا محتارة أوي في قصة النهاردة. وبكده بنكون وصلنا لقصتنا النهاردة. لو كملت القصة ما تنساش تشاركنا برأيك تحت أسفل التعليقات لأنه أكيد بيهمنا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وياريت لو تعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يتابعوا معانا قصتنا النهاردة. سلام عليكم.